بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معاكم دكتورة منار من قناة نيو مومي. النهاردة بأمر الله الفيديو مختلف شوية. كان لازم أعمله من زمان بجد، بس كان لازم أعمله كمان من يوم ما كنت بحتفل ب30,000 مشترك، بس لازم قلت لأ، لازم يبقى فيديو خاص كده لوحده. نبدأ الفيديو بسم الله ونشوف هقول ايه بالظبط. واهلا بكل المشتركين الجداد اللي معانا، وربنا يجعل القناه سبب نفع ليكم باذن الله. في البدايه طبعا احب اشكر الجميله ماما صفاء، لان هي دعمتني كتير وساعدتني كتير في القناه. واحب اشكر برضو ام محمد، صاحبة قناة فيديوهات ونصايح ماما، من الناس الجميلة برضو. وبعدين اتكلم بقى في موضوع الفيديو، وهو مريم يحيى. مريم يحيى طبعا غنية عن التعريف، ومش محتاجة مني ان انا ادعمها ولا ان انا اتكلم عنها. صاحبة قناة وصفات لجمالك، وما شاء الله عندها قناتين تانيين، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بجد الست دي انا تعبتها معايا جدا جدا جدا. يمكن من اكتر الناس اللي ساعدتني ودعمتني. ربنا يجعل حبنا خالص لوجهه تعالى. بجد هي والله اقسم بالله هي ما تعرف خالص ان انا هعمل الفيديو ده ابدا ابدا. ولو عرفت كمان ان انا بشكرها هتزعل جدا، هي ما بتحبش ابدا شكر. بجد انا تعبتك معايا جدا، بس ده من باب رد الجميل. هي بصراحة بتساعد اي حد، صراحة متأخرش ابدا عن مساعدة اي حد تماما. دايما بتساعد كل الناس. دايما يعني اول حد، مع ان هي مشاغلها كتيره وما شاء الله يعني ما بتبقاش فاضيه، بس عندها من ربنا حباها كده بقضاء حوائج الناس، وعندها سعه صدر. انا مثلا واحده من الناس ما اعرفش اي حاجه خالص تقنيه. يمكن كان عندي كذا مشكله في القناه، واقول الحمد لله رب العالمين، يمكن ماليش رزق فيها، ما فيش مشكله. بس هي كانت صبوره جدا، عندها سعه صدر انها تقول لي مثلا اعملي كذا واعملي كذا، حتى يعني في احلك الظروف بتاعتها. يمكن عدى عليها حاجات كتير كنت انا ببقى حتى محرجه ان انا اسالها، وببقى محرجه، لكن هي من ساعه صدرها كانت بتقتطع من وقتها وتقتطع من وقت بيتها وولادها صراحه، وبكل ساعه صدر وبكل يعني اريحيه وروح كويسه جدا. ذوق جدا، اخلاق عاليه، بجد ربنا يبارك لها. يعني مهما اشكر فيها بجد ليها حق عليا. تعبت معايا جدا جدا في القناه. انا كان عندي كذا مشكله تقنيه في القناه وما كنتش عارفه احلها. يعني ده جهل مني في الانترنت والحاجات دي، انا بصراحه ما اعرفش فيها بصراحه يعني. لكن هي بصراحه يعني كتر الف خيرها. تعبت معايا كتير. يمكن هي بتدعم كل القنوات الصغيره دي، يمكن دايما ما بتقولش القنوات الصغيره، تقول القنوات المبتدئه. عمرها ما تكبرت ابدا، مع ان هي ما شاء الله من اكبر القنوات في مصر. لكن كلمتها اي وقت اسالها على اي حاجه، فجر ظهر عصر بالليل. حتى في احلك الظروف، يعني كانت خالتها رحمه الله عليها كانت تعبانه جدا، وكان ايام وفاه خالتها. كنت بقعد اسالها على حاجات، وكنت يمكن بتكسف ان انا اسالها والله، وبتكسف ان انا اثقل عليها. لكن هي بصراحه بجد مش عارفه اشكرها ازاي. ربنا يبارك فيها يا رب وفي اولادها. كتر الف خيرها، من اكتر الناس اللي انا بحبهم. انا بحبك في الله، وربنا يديم علينا نعمة الحب في الله. وبجد بشكر كل الناس اللي دعمتني طبعا. مش عايزة انسى حد. وطبعا بشكركم انتوا على راسي من فوق، واخواتي. واليوتيوب فيه ناس كتير كويسة والله. بس هي يمكن عندها سعة صدر شوية او صبر، انها مثلا لو حد عنده مشكلة مش فاهم حاجة بتحاول تفهمه. مع انها برضو ليها مشاغلها الكتيرة. ربنا يبارك لك يا رب ويبارك فيكي، وتفضلي دايما ان شاء الله من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح. استنوني بأمر الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.